صدقتي انا من الاخر نقول لك ديريكت، يعني فريمون هما كانوا يشجعونا يا اخي، احنا لازم نردوا الخير بالخير، والله غير مصر انا راني مع مصر. المصريين مع احتراماتنا لكم، والله القسم مع احتراماتنا وتقديرنا والحب والمعزة والعواطف وديك الشيء، وهذا لعلك تخمن أسباب هادو هما اللي قصاو المنتخب المصري، وهما اللي ولكن السؤال المطروح هو علاش ما كتشجعوش ما كتشجعوش المغرب، وما تقدروش تقولوا حنا كنتمناو المغرب الفوز والتأهل المرة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناتكم تي في سبورت، الله عليكم وتحياتي للجميع. وديما شعارنا الله الوطن الملك، وعاش الملك وعاشت المملكة الإمبراطورية المغربية الشريفة. القوة المغربية، القوة الإقليمية، القوة العالمية، وأحب من أحب وكره من كره، وديما في خاطر أعداء الوطن وأعداء النجاح، سواء يكونوا من الداخل أو من الخارج. وديما مغرب، وكنتمناو غدا ان شاء الله بحول الله الفوز ديال المنتخب الوطني المغربي والتأهل امام منتخب جنوب افريقيا. والماتش بصراحه اللي ما غاديش يكون ساهل، ماتش غادي يكون صعيب، وكاينين غيابات. زياش ما نعرف واش يلعب ولا ما يلعبش، بوفال ما كاينش، وحنا عندنا كل الثقه في اللعابه ديالنا اللي كاينين واللي غادي يكونوا غدا ان شاء الله. عندنا كل الثقه في السي وليد الركراكي. بصراحه انا ملي كنتصنت لوليد الركراكي في الندوه الصحفيه وهذا بحال هكا تيكون واحد النوع ديال الضغط علينا وبعض التخوف وكذا من المقابله وشنو يقدر يكون في المقابله وهذا. ولكن ملي تنتصنت السي وليد الركراكي كيتكلم وهذا بحال هكا تيخليني نكون مطمئن ومرتاح، وبحال هكا ما تيبقاش ديك التخوف، ما تيبقاش ديك الضغط. ووليد الركراكي التصاريح ديالو ديما واقعيه، وديما تتشوفوا بانه بحال هكا عارف شنو خاصو يدار شنو ما خاصوش يدار، يعني واعي بالمسؤوليه اللي عليه وعارف شنو باغي. وحنا كنتمناو من اعماق القلب ديالنا ان شاء الله بحول الله التوفيق للسي وليد الركراكي في المسار التدريبي ديالو، وغدا ان شاء الله امام منتخب جنوب افريقي نتأهلوا. هادشي اللي كنتمناوه من كل قلبنا. غدا ان شاء الله الجزائريين غادي يكونوا كلهم كيشجعوا جنوب افريقيا، وتيبقى هذا اختيار ديالهم حرين يشجعوا اللي بغاو ولا هذا. وما مهم اي واحد يلعب ضد المغرب، اي منتخب كيف ما بغى يكون النوع ديالو، ولو يكونوا بحال هكا ما عندهمش معاه يولي عندهم معاه ويشجعوه امام المغرب. ولكن شنو هو السبب؟ بحال دابا كنتسائلوا على شنو هو السبب، علاش يوصلوا بحال دابا حتى لهاد الدرجه هذه بحال دابا يشجعوا اي منتخب يلعب ضد المغرب؟ علاش؟ ما عليناش غندخلوا في التفاصيل، ولكن نسمعوا الميكرو طريطوار ديال الجزائريين شنو تيقولوا، وشكون هما المنتخبات اللي كيشجعوهم واللي بغاوهم مثلا يديو كاس افريقيا تيشوفوهم يستاهلوا كاس افريقيا. المصريين بصراحه الماتش البارح بقى فينا، اقصاء ديالكم البارح بقى فينا، وكنا باغيين المنتخب المصري من كل قلبنا يتأهل، وكنا كنشجعوه من كل قلبنا. الاغلبيه ديال المغاربه الحمد لله كانوا كيشجعوا المنتخب المصري، وانا واحد منهم، وما بغيتش المنتخب المصري يتقصى. ولو المنتخب المصري ماشي هو المنتخب المصري تنعرفوا اللعب ديال المنتخب المصري ماشي هو اللعب ديال المنتخب المصري اللي متعودين عليه، ديك الروح القتاليه ديك هذاك ما كاين حتى شي حاجه. بصراحه المنتخب المصري منتخب
عادبا في هذا كاس افريقيا، وكنتمناو له التوفيق ان شاء الله مستقبلا. ولكن راه تيقول لك واحد المثل، الا تبعوك القواصه غير بدل البلاصه. شي جزائريين حاجه اللي يكونوا معاها تيشجعوها غير ما تفرح لهاش. وكنتمناو ان شاء الله بحال هكا تبقاو مشجعين جنوب افريقيا ومغير جنوب افريقيا، والمغرب تيتاهل الحمد لله. هادشي هذا تنتمناو نسمعوا. صراحة نشجع الفريق المصري لأن الفرق القوية عالميا وقاريا، يعني الفريق المصري برغم أنه يمر بمراحل يعني سيئة ومرات يعني، ولكن يرجع في الأخير يرجع هو الفريق لسلو أو الفريق الثاني هو فريق السنغال. ولكن نحب الفريق المصري يثأر للفريق السنغالي ويكون هو بطل إفريقيا لأنه يسهل له حسب ميساج. هادشي علاش مشيتو، علاش تقصيتو، لان هادو مزيان كيشجعوكم، هادو مزيانين كيشجعوكم. المهم ذنوبكم مزيانين راكم عارفين هذا. انا والله ما تنشفاو فيكم، ولكن تيضحكونا بحال هاد الناس هادو. ما ذكروش المغرب، ما كاينش شي واحد قال بانه كيشجع المغرب باغي المغرب وكذا الملوك حتى شي واحد، ولكن ما عليناش. حسب المدربين الاكفاء السنغال يعني حاجه النظام والتكتيك ديال الناس في السنغال، يعني كره جميله ما شاء الله، لانها بنت القاعده من تحت وتطلع السنغال. ولكن بصراحة فعلا المنتخب السنغالي منتخب في المستوى، لعب في المستوى، اللعب ديالهم زوين، منتخب قوي بمعنى الكلمة. وأنا بصراحة ترشحو بحال هكا يعني المقابلة النهائية. ولكن في ظل بحال هكا هاد الجزائريين اللي كيشجعوا بحال هكا السنغال، أنا ما نضمنلوش المنتخب السنغالي ولو تيطير ولو منتخب مستوى وكذا. ولكن غير هاد الناس هادو بحال هكا تيشجعوا المنتخب السنغالي وباغيين المنتخب السنغالي يدي كاس افريقيا ولا هذا، انا ما كنضمنلوش بانه يمشي بعيد في كاس افريقيا. سبحان الله الحاجه اللي حطوا فيها يديو ما تيسير له والله. الحاجه اللي بحال هكا بغاوها ما تتصدق، فهمتيني. الزيارات ديال الدبلوماسيين ديالهم والعلاقات ديال الدوله ديالهم مع كل شيء بحال هكا، سبحان الله فين ما مشاو الكوارث معاهم. المنتخب قال لك السنغالي، المنتخب السنغالي راه ما نعرف يتقصى في المقابله الجايه، اي حاجه ممكنه. السنغال ان شاء الله كيف نفهمها لك، السنغال راهي ميور ايكيب دركا، ومن المستحق تكون عندها وان شاء الله تقعد عندها لابي ان شاء الله. مادام العرب كانوا تجيب لي ربي كاع نكونطرنا، والله كاع نكونطرنا العرب، كاع راهم حابين الجزائر تخرج راهي خرجت موريتانيا. سبحان الله العظيم حسيني، قال لك العرب كلهم كونطرهم وضدهم، بغاو الجزائر تخرج راه خرجت. الجزائر خرجت لانها ما عندها ما تعطي، ما عندهم شاي، ما كاين شاي، فهمتيني. ما الفشل في الفشل في الفشل، داكشي علاش خرجت. ماشي بغاوها العرب تخرج وهي خرجت، لا، ولاو يبغيوها العرب تخرج وكان عندها ما غتخرج. بحالكم دابا نتوما بحال دابا الجزائريين، نتوما بغيتو المغرب يخرج، الحمد لله المغرب ما خرج، المغرب تأهل الدور الثاني، وان شاء الله بحول الله غيتأهل على جنوب افريقيا. يعني ها نتوما بحال دابا كتشجعوا بحال دابا ضد المغرب، والمغرب هو مستمر، حيت المغرب عنده اللي ما عندكمش نتوما. اذا داكشي علاش خرجتوا، ماشي العرب بغاوكم، العرب شنو يبغيو فيكم وجا الله شنو يبغي فيكم. وانتم المنتخب الفرنسي، المنتخب الفرنسي في كاس العالم كنتوا فرنسيين معاه باش يتقصى المنتخب المغربي، وماشي مع المنتخب الفرنسي. وفي مقابلات كاملين ديال كاس العالم المنتخب الوطني المغربي كنتوا كتشجعوا المنتخبات اللي كيلعبوا ضدهم. شجعتوا المنتخب الكرواتي، شجعتوا المنتخب البلجيكي، شجعتوا المنتخب الكندي، شجعتوا المنتخب الاسباني، شجعتوا المنتخب البرتغالي، شجعتوا المنتخب الفرنسي. المغرب واش كنتوا لاعبين باش كان ضدكم؟ شكون دابا اللي ضد المغرب؟ شكون اللي ما كيبغيش بحال دابا الخير للمغرب؟ المغرب شنو دار لكم؟ المغرب هي شنو دار لكم؟ المغرب مثلا تقولوا بحال دابا
تقسيتو مع موريتانيا خرجوا المغاربه تيفرحوا للتاهل ديال المنتخب الوطني المغربي. ولكن في كاس العالم نتوما علاش كنتو كتشجعوا منتخبات اجنبيه ضد المغرب؟ علاش يلا مازال حنا نقولوا بحال دابا عرب بيناتنا، بحال دابا اختارينا منتخب عربي لعب امام منتخب عربي، اختارينا ديك المنتخب العربي الاخر اللي هو موريتاني، اختارينا بحال دابا اختيار نقولوا عرب بيناتنا تيبقى لنا هذا الاختيار. ولكن باش تكون بحال دابا لعبه الجزائر مع دوله اجنبيه اوروبيه افريقيه غير عربيه، وهذا غادي نشجعوا المنتخب الجزائري لانه كيمثلنا كعرب وكافارقه وكذا. ولكن نتوما كنتو كتشجعوا المنتخبات اللي كتلعب امام المغرب في كاس العالم. اذا شكون اللي فيه مشكل؟ المغرب شنو دار لكم بحال دابا باش توصلوا لهذه المرحله ديال هذا الحقد هذا؟ شنو دار لكم المغرب؟ فاش اتاكم؟ فاش ضركم؟ شنو داركم؟ ما والو. بحال دابا غير نتوما هكا تحطيتو تصنعتو لقيتو راسكم بحال دابا ضد المغرب في اي حاجه. المهم تبقاو هكا ضد المغرب في اي حاجه واخا ما عرفت مع من يلعب. شي اسرائيل نتوما كتخبعوا ديك القضيه ديال اسرائيل فلسطين وكذا وهذا، فهمتيني؟ المغرب يلعب في كاس العالم مثلا هكا امام اسرائيل، راكم تشجعوا اسرائيل واخا نتوما كتبينوا بانكم ضدها مثلا، فهمتيني؟ هذه هي الحقيقه. اذا علاش دابا نتوما في هذا الميكرو طريطوار ديالكم ما قلتوش المغرب؟ ما تقدروش تقولوا بحال دابا حنا الجيران ديالنا المغاربه الملوك عندهم منتخب في مستوى وشرفنا في كاس العالم وهذا فهمتيني، نبغيوه بحال دابا يتاهل ونشجعوه. علاش ما تقدروش؟ علاش؟ لانكم كتشوفوا المغرب احسن منكم وما بغيتوش بحال دابا المغرب يكون احسن منكم، وداكشي علاش ما تقدروش تشجعوه باش ما يكونش احسن منكم، حيت نتوما تشوفوا راسكم احسن من الملوك. داكشي علاش تبقاو هكا، وداكشي علاش تبقاو حاقدين على الملوك، وداكشي علاش تبقاو ضد الملوك، وداكشي علاش ما تبغيوش الخير للملوك. وفي الوقت اللي المغرب ما داير لكم حتى شي حاجه، في الوقت اللي الملوك ما داير لكم حتى شي حاجه وما دار لكم حتى شي حاجه، ما والو عادي، فهمتيني؟ نتوما بحال دابا مرادين بالملوك، يعني تيبقى هذا مشكل ديالكم. خاصكم بحال دابا تلقاو له شي حل. الحل ديالو راه ساهل، انا بالنسبه لي الحل ديالو ساهل. بغيتو الحل بحال دابا خليو لي كومونتير في التعاليق وهذا، بحال دابا نقول لكم الحل عادي. والله الا الحل ساهل، ماشي شي حاجه صعيبه، ما تخسروا عليه فلوس، ما غتشربوا دواء، ما حتى شي حاجه، حل ساهل ما يكلفكم والو، فهمتيني؟ ولكن هو ساهل وفي نفس الوقت صعيب عليكم. ساهل هو في نفس الوقت صعيب عليكم لانكم مرضكم سميتو المغرب. ما عليناش، شجعوا كلش ابار ربحونا، واش نقول لك؟ ان شاء الله يدوها. نقول قال له هو بغى يقول ابار المغرب، قال نشجعوا كلش ابار، وفي التالي يمكن قطعوها ولا ما عرفت، هو ما بغاش يكملها خاف على يبين على الخبز ديالو على الحقد ديالو عاد، فهمتيني؟ قال لك نشجعوا كلش ابار شكون؟ شو واخا انت ما تكملهاش، هي راه واصله. تيقول لك واحد المثال، انت كل الزبيبه وانا نذوق حلاوتها بلا ما تحتاج عاد، ماني راه واصله. يعني كنا متحمسين، كنا نتبعوا الكوب دافريك. درك يعني نشوفوا ساعات هكذا البارح شفت الكاميرون مع نيجيريا، هكذاك يعني ما فيها لا حماس لا والو، لان احنا مش معنيين بالامر. انا نقول لك بصراحه، انا كان عندي فريق كنت نشجع فيه هو السنغال، ولكن اليوم عندي السنغال وموريتانيا. قال لك كان عندي فريق كنت نشجع فيه، بحال دابا هذا صافي فايل. زعما السنغال راه مشات ما بقاش، كان عندي فريق زعما كان راه ما بقاش، يعني تقصى. فال على السنغال صافي، السنغال باي باي كي مشات مصر. الحمد لله يا ربي ملي ما تشجعوناش، الحمد لله يا ربي ملي تشجعوناش، الحمد لله يا ربي ملي تشجعوناش، الحمد لله. هادشي راه من الخير لينا دابا ما تشجعوناش وكذا، والله الا عندنا فيه الخير. الحمد لله وصلنا للمربع الذهبي اللي ما عرفتش بحال دابا ما تقبلوهاش. نتوما كتشجعوا الخصوم ديالنا وحنا غاديين قصي رباح هذا. اللهم بارك وزيد في ذلك. وكيف كيقولوا عين الحسود
فيها عود، غير ما تفقسوش راسكم بزاف. ولكن السؤال المطروح هو علاش ما كتشجعوش ما كتشجعوش المغرب وما تقدروش تقولوا حنا كنتمناو المغرب الفوز والتعاون المبروك كيف كتقول. ما يحسنها لكم بصراحه. هذا هما، وان شاء الله تديها السينيغال لانه احسن فريق في افريقيا اليوم نشوفه، يلعب كره نظيفه، عنده لاعبين شبان يعني يلعبوا كره جميله. ما صدقتي انا من الاخر نقول لك ديريكت، يعني فريمون هما كانوا يشجعونا يا اخي، انا لازم نردوا الخير بالخير ولا غير مصر. انا راني مع بعض المصريين مع احتراماتنا لكم، والله القسم مع احتراماتنا وتقديرنا والحب والمعزه والعواطف وديك الشيء، وهذا لعلك تخمن اسباب هادو هما اللي قصاو المنتخب المصري، وهما اللي خلاوهم المصريين يبانوا في ديك المستوى هذا مع احتراماتنا لكم. يعني كجزائري، ونقول لك سي با كونتر البلدان واحد اخرين، لكن مصر هما اللي راهم قراب لينا، يعني كما يقولوا ما هما ولا غير كانوا يساندونا حتى يعني فريمون لي زاربيت اللي جابوهم منا يعني على كل حال، ولا غتساندونا بطريقه مليحه على كل حال، وان شاء الله قال لك هما كيشجعوا مصر لان قريبه ليهم، حنا ما قرابش ليهم، لا حنا بعاد عليهم، حنا فهمتيني في المريخ، حنا ما كيشجعوناش لاننا حنا في المريخ، حنا ما حداهمش، حنا ما قراب ليهم، ما جيرانهم، ما اشقاء، ما عرب، ما والو، ماشي ما عليناش. المهم مصر مسكينه فهمتيني، راه اللي تبعوه القواصه راه يبدل البلاصه. ولكن السؤال المطروح دابا انا اللي هذا السؤال المطروح هو علاش ما كتشجعوش المغرب؟ شنو دار لكم المغرب؟ ما كتسائلوش بحال دابا هذا السؤال على راسكم، تقولوا بحال دابا علاش حنا بحال ضد المغرب كونتر المغرب؟ علاش ما كتسولوش، ما تقولوش بحال دابا علاش؟ يعني كيفاش هاد اللعبه هادي، كيفاش بحال دابا لقينا راسنا مثلا بحال دابا ضد المغرب، ما كنبغيوش المغرب، كنكرهوا المغرب، حاقدين على المغرب، كنتمناو المغرب الخساره والاقصاء والهزائم والمشاكل والروينه وكذا. ما كتسولوش راسكم بحال دابا كتقولوا كيفاش جا هذا الشيء هذا؟ واش المغرب مثلا دار لنا شي حاجه؟ واش هذا المغرب، واش هذا المروك كيف كتقول، واش دار لنا شي حاجه؟ تعدى علينا، حاربنا، هاجمنا، كيحرض علينا، كيتامر علينا، كيكذب علينا، كيفتري علينا، كيتهمنا كذا فهمتيني. ما تسالتوش بحال دابا، ما قلتوش بحال دابا كيفاش هذا الشيء هذا جا؟ علاش حنا نكونوا ضد المروك؟ علاش نكونوا ضد المروك في اي حاجه؟ هذا راه مرض، هذا راه شي حاجه سميتها مرض شي حاجه فهمتيني، راه شي حاجه نشوفوها اكثر من المرض، راه مرض معنى الكلمه. هذا راه يعني انسان بحال دابا غير يتساءل بحال دابا تلقى تيفكر هكا وهذا ويلقى هادشي هذا يلقى راسو مريض. منين يقول بحال دابا مروك ما دارنا شي حاجه، ما قصمنا، ما دارنا ما وحنا ضدو في اي حاجه، اذا حنا ماشي طبيعيين. هذا سؤال بحال دابا مطروح بحال دابا على اي جزائري، بحال دابا ما تحشموش فهمتيني، علقوا خليو التعاليق ديالكم وهذا فهمتيني، وقولوا الراي ديالكم، واخا نتوما بحال دابا صعيب عليكم تقولوا الراي ديالكم، تناقشوا هذا باحترام، تدخلوا تبقاو تتسبوا هذا فهمتيني، ولكن راه ما تتصوروا حتى شي حاجه، ما تاكلوا حتى شي حاجه فهمتيني. هذا هو اللي بغيت نقول من هذا الفيديو. ولكن انا كسؤال كنطرحو عليكم، فكروا مع راساتكم وقولوا علاش حنا ضد المروك، علاش حنا فهمتيني تنكرهوا المروك حتى لهاد الدرجه هادي، ما نذكروش المروك في طريطوار، ميكرو طريطوار هذا فهمتيني. شجعتوا السينيغال، بغيتوا السينيغال، بغيتوا مصر، بغيتوا الا المروك. حنا جيران اشقاء عرب مسلمين يا ودي. ومره اخرى ان شاء الله بحول الله المقابله ما غاتكون سهله امام جنوب افريقيا، ولكن ان شاء الله بحول الله باذن السميع العليم غادي نتاهلوا امام جنوب افريقيا. وديما شعارنا الله الوطن الملك، وعاش الملك، وعاشت المملكه الامبراطوريه المغربيه الشريفه. القوه المغربيه، القوه الاقليميه، القوه العالميه
ماشي القوة الكاذبة. أحب من أحب وكره من كره، وديما بخاطر أعداء الوطن وأعداء النجاح سواء يكونوا من الداخل أو من الخارج، وديما مغرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.